كتير من البنات بيعانوا من مشكلة تكيس المبايض وبيفتكروا إنها مجرد اضطراب بسيط، لكنها في الحقيقة هي حالة محتاجة فهم وعلاج. تكيس المبايض بيحصل لما المبيض يفرز هرمونات بشكل غير منتظم، وده بيؤدي لظهور أكياس صغيرة عليه، وبيسبب أعراض زي تأخر الدورة الشهرية، زيادة الوزن، تساقط الشعر، وظهور حبوب في الوش. الأسباب كتير، منها العوامل الوراثية، مقاومة الأنسولين، أو نمط الحياة الغلط زي الأكل الدهني وقلة الحركة. العلاج بيعتمد على الحالة، أحياناً بيكون بالأدوية اللي بتنظم الهرمونات أو بتحفز التبويض، وأحياناً بالتخسيس وتغيير نمط الحياة. أما النظام الغذائي فهو أهم جزء في العلاج. ابتدي يومك بفطار غني بالبروتين زي البيض أو الزبادي، قللي السكريات والمعجنات، ركزي على الخضار الورقي، الحبوب الكاملة والمكسرات، وابعدي تماماً عن الأكل الجاهز والمشروبات الغازية. مع المتابعة المنتظمة مع دكتورة نساء وتوليد والالتزام بالأكل الصحي والرياضة، هتقدري ترجعي توازنك الهرموني وتحسي بالفرق في صحتك ونفسيتك. صحتك غالية، واهتمامك بيها هو أول خطوة في العلاج. وإحنا في نور كلينكس زي ما عودناكي دايما جنبك في كل حالاتك. لو عايزة نظام غذائي مخصص لعلاج تكيس المبايض، كلمينا على واتس دلوقتي.